اخرك هنا يا حبيبي، اخرك معايا انا مش فاهمة. انت هتفضل عامل فيا كده كتير؟ انا انا خلاص ما بقيتش قادرة على اللي انت بتعمله ده. انت لازم تتغير وتشوف لك حل في نفسك. انا مش كل ليلة هفضل اعمل كل ده في نفسي ويطلع على الفاضي. قولي قولي اعمل ايه؟ سمك وجمبري وجبتلك استاكوزا وما استرخصتش، كوارع وجبت حمام محشي وحشيت. اعمل ايه تاني فيك؟ انا خلاص اتجننت منك ومن عمايلك وخلاص فاض بيا. ما هو يا تشوف لك حل في نفسك يا تروح تتعالج. انا يا اخويا كنت واخداك صح سليم، ما فيكش اي حاجة وكنت زي السبع. ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي جرالك؟ قولي وعرفني، ما انا لازم اعرف قبل ما تجنن اللي انت بتعمله. قال لي كده برضو تفضحيني تتكلمي في الحاجات ديت. قلت له اعمل ايه؟ من غلبي. خلاص خلاص جبت اخري، وانت ولا هنا ولا بتحس ولا عايز تتغير. وبعدين بصراحة انا مش هصبر اكتر من كده. انا جبت لك الاخر والمفيد، وانت بقى اللي عليك تختار. قال لي اختار ايه بس؟ قلت له يا اما تشوف لك حل في نفسك، يا اما يا اخويا تطلقني. ايوه، ما انا مش هفضل عايشة على الحال ده كتير. خلاص بقى، غلبت كلام، وانت بصراحة مفيش فايدة فيك. قال لي طب ما هو على يدك، هعمل ايه؟ ما انا رحت اشتريت ادوية كتير ويا دوب هو دقيقة واحدة والدنيا كلها ترجع تنام تاني. قلت له طب وانا بقى ذنبي ايه؟ الدقيقة الواحدة دي انا اعمل فيها ايه؟ شوف لك حل في نفسك، ده اخر كلام عندي. وسبته وقمت خرجت انام في الأوضة التانية، وهو فتف كده طول الليل. حاسة بيه، حاسة انه رايح جاي في الشقة كلها وهيتجنن خلاص. لكن يتجنن ما يتجنن انا مالي، المهم يشوف حل في نفسه. ايوه، انا مالي بقى؟ المفروض ان هو الراجل وهو اللي يتصرف. المشكلة مش عندي، دي المشكلة عنده هو بقى اللي يشوف. بصراحة ما كنتش عارفة هيشوف ايه ولا هيعمل ايه. ده نداول على عينه ولا يعرف يروح ولا يجي من غيري. هعمل ايه بس يا ربي؟ ما انا برضو في الاخر يعني بشر وبحس وعندي مشاعر واحاسيس. وما كنتش اتخيل ابدا انه هيجيلي بفكرة زي اللي قالها لي دي، وانا اللي كنت فاكراه غلبان وعلى نياته طلع ما عندوش النخوة اللي تخلي الواحدة يعني تتسند عليه. وانا اللي كنت فاكرة انه هيقول لي خلاص نتطلق، انا ما اقبلش اعيش مع واحدة قالت عليا كده. لكن لما قعدت بيني وبين نفسي هقول كده وقال لي الكلمة دي، انا مستحيل اسيبه. ويا ريته قالها لي، هو لا كنتش سمعت اللي سمعته منه. هو لقيته فجأة داخل عندي وبيقول لي انا خلاص لقيت الحل. اوعى تقولي ان انت خلاص لقيت العلاج اللي هيخلينا ما يبقاش في بينا مشاكل. قال لي علاج ايه بس؟ لا يا ستي، ده انا رحت للدكتور وقال لي انه خلاص ما بقاش في امل ان الموضوع يرجع واني افضل كده على حالي زي ما انا. قلت له يا نهار ابيض، طب وبعدين هنعمل ايه؟ قال لي انا عندي حل، لكن يعني قلت له ما تتكلم على طول. حل ايه؟ قول يا اخويا. قال لي بصراحة كده، في يعني حد كده صاحبي، وبصراحة هو ما عندوش مشكلة ابدا انه يساعدنا. قلت له ازاي يعني؟ هيديك دواء يعني ولا اي حاجة؟ قال لي لا. قلت له لا، ازاي يا اخويا؟ ايه الحاجة الغريبة دي؟ امال هو يعني هيساعدنا ازاي؟ قال لي يعني هاتكلم يعني ولا هتزعلي من كلامي؟ قلت له اللي هيزعلني بجد انك تسيبني كده، ما تقولي يا اخويا وطمن قلبي وريحني.
ايه الحل اللي صاحبك ده جايبهولك؟ قال لي بصراحة هو اقترح عليا ان هو يعني يبقى بدالي. قلت له مش فاهمة، بدالك ازاي يعني؟ قال لي يعني هيكون مكاني في كل حاجة هنا في البيت. قلت له ازاي يعني؟ وانت هتروح فين؟ قال لي ما انا هبقى موجود هنا معاكم، ويعني تفضلوا قصادي ويحصل كل الحاجات اللي انت عايزاها، وانا ابقى اجي اكمل كده في الاخر. وقتها فهمت وكنت هتجنن من اللي قاله. قلت له انت اكيد اتجننت، ايه يا راجل يا مجنون اللي انت بتقوله ده؟ قال لي اسمعي كلامي بس، انت ايه مشكلتك؟ انا راضي وانت راضي، مالك انت ومالنا يا قاضي؟ انا انا يعني مقتنعة بالموضوع ده وعايزك تسمعي كلامي، مش هتخسري حاجة اما تجربي. قلت له يعني انت ناوي تكمل في الموضوع؟ قال لي ايوه. قلت له ماله، وانا يا سيدي موافقة. وبصراحة انا قلت له موافقة وما كنتش ناوية اوافق، يعني قلت يعني هقول له كده علشان احسسه ان انا ممكن نضيع من ايده في اي لحظة. لكن هو كمل، وفعلا تاني يوم بالليل صاحبه كان موجود عندنا، ولقيته بيعرفه عليا. وبصراحة حسيت بالإعجاب ناحيته، وهو كمان بصته ليا كانت بتقول إن هو معجب، ووقع من أول نظرة. وبعد ما قعدنا وخدنا قعدتنا في الأكل والشرب والهزار واللازم منه، لقيت بقى جوزي بيقول لي مش يلا بقى ولا إيه؟ الوقت خلاص اتأخر، ويعني عايزين نقعد مع بعض أطول وقت ممكن. قلت له ماله، يلا بينا على الأوضة جوه. وما دخلنا الأوضة لقيته فعلا زي ما حكالي بالظبط، ساب التاني ده يعمل كل حاجة وهو واقف مفيش منه أي ردة فعل، وفضي صاحبه كده شغال بيشوف شغله على أكمل وجه، وأنا طبعا ساكتة متفرجة زي ما بيقولوا، لحد ما لحد ما وصلنا للمرحلة اللي كان لازم هو يتدخل فيها. وفعلا كمل برضه زي ما قال لي تمام. كنتش عارفة أعمل إيه. معقولة اللي أنا فيه ده؟ معقولة ده بيحصل بجد ولا أنا يعني بيتهيألي؟ لكن لأ، بيتهيألي إيه؟ ما أنا عايشة كل حاجة بالتفاصيل أهو. وفضلنا على الحال ده. بصراحة في الأول كنت مستغربة أوي إزاي هو يوافق على حاجة زي دي، لكن لما جربت لقيت إن الموضوع كده أحسن بكتير. وطالما هو اللي عايز كده، عارفة إني غلطت وإن ناس كتير قوي هتقولي إزاي تعملي كده، انتي كده بتغضبي ربنا. لكن لكن أنا اتحطيت في الموضوع، وكان الموضوع بالنسبة لي مجرد عند معاه، لكن الموضوع قلب جد، وأنا دلوقتي حاسة بالندم، لكن مش عارفة أبعد إزاي. ده أتاريهم كل مرة بيحصل كده بيصوروا صوت وصورة، ويعني ولما أنا قلت يعني إن أنا هبطل الموضوع ده، لقيتهم قالوا لي إن في فيديوهات وصور، وإني ما ينفعش أعمل كده بمزاجي وقت ما يجيلي، لازم يعني هما يكونوا موافقين ومرحبين بالموضوع. وأنا دلوقتي مش عارفة أعمل إيه، علشان كده جيت لكم وحكيت لكم قصتي، وانتوا بقى تفيدوني وتقولوا لي أعمل إيه وأتصرف إزاي. وأنا هستنى كل التعليقات وأقراها كويس.